اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده جينا الفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن برج الثور. هنعرف النهارده يا برج الثور انت محتاج تعرف ايه عن حبيبك ومحتاج تعرف ايه عن حياتك. تعال نشوف الكروت اللي هتطلع لنا عامله ازاي. برج الثور، برج الثور الشهر ده شهر فبراير. برج الثور الشهر ده شهر فبراير. انت محتاج تعرف ايه عن حبيبك يا برج الثور؟ ايه الحاجة اللي انت محتاج تعرفها عن الشخص اللي انت بتحبه او الشخص اللي انت حطيته في دماغك قبل ما تدخل الفيديو؟ يا ترى ايه الحاجة اللي برج الثور؟ انت واضح ان انت متلخبط جدا. يعني انا شايفه ان البعض منكم هنا متلخبطين، حاسين بلخبطه، حاسين مش عارفين حياتهم ماشيه ازاي، حاسين ان هم يعني تايهين كتير قوي، او محتاجين ان هم ينظموا افكارهم. طيب عايزين نعرف انت يا برج الثور محتاج تعرف ايه عن حبيبك. محتاج تعرف ايه عن حبيبك يا برج الثور؟ محتاج تعرف انك ما تتطفلش، ما تحاولش ان انت تتطفل على الشخص ده. ومحتاج تعرف كمان ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيخسرنا حاجة اكيد بيبدل لنا حاجة احلى منها. انا شايفة كده البعض منكم ممكن يكون نهى العلاقة دي او حاسس ان هو فعلا عايز ينهي العلاقة دي مجرد احساس يعني، بس هو ما عملهاش، لكن مجرد ان انا بفكر ان انا انهي العلاقة او مجرد ان انا بفكر اني اخرج من العلاقة. حاول تمشي ورا حدثك يا برج الثور. لكن بالنسبة لرسالتك النهاردة في الفيديو ده، انت محتاج تعرف ايه عن حبيبك. للبعض الشخص ده بيمر بأزمة، يعني بيمر بأزمة وانت مش حاسس بيه، او بيمر بضائقة مثلا وانت مش حاسس بيه. حاسه ان الشخص ده فعلا يعني محتاج يعني يتواصل مع نفسه، محتاج يتواصل مع الجزء النور اللي جواه. لان انا شايفه هنا في حاجات بتحصل مع الشخص ده ممكن يعتبرها يعني كنقمه، ولكن هي بتبقى في الاول وفي الاخر نعمه من الله سبحانه وتعالى. وربنا ما بيضيعش حاجه غير لما بيبدل لنا حاجه مكانها. فانا شايفه هنا ايه الحاجه اللي انت محتاج تعرفها، ان الشخص ده فعلا محتاج دعائك، ومحتاج ان انت تديله طاقتك الايجابيه عن طريق الدعاء، عن طريق ان انت تطهر قلبك وتنظف قلبك ناحيه الشخص ده. لان فعلا الشخص ده ممكن يكون بيمر بصواعق او ممكن يكون بيمر بازمه، محتاج فعلا ان حد يدعي له من قلبه. احساسك صح يا برج الثور. لو انت حاسس ان الشخص ده فعلا بيمر بحاجه انت مش عارف بيها، او احساسك صح. للبعض هنا لو انت في علاقه قدريه وانت عارف الشخص ده ممكن يكون بيتعرض لصواعق. كمان يا برج الثور انت محتاج تعرف ان الشخص ده في يوم من الايام هيتغير ويبقى حد احسن من نفسه كتير قوي. ولو انت دخلت تشافي خطوه كويسه جدا ان انت عملتها. يعني لو انت بتدور على ان انت تشافي جروح الطفوله، او ان انت تروح عند كوتش مثلا، او انت تفهم نفسك، او تقرا حتى في كتب علم النفس، انا شايفاك هنا يا برج الثور بتحاول يعني تخلص من حاجة عندك، او تخلص من وساوس. ممكن تكون عندك وساوس وانت بتحاول تخلص منها، او احكام، ايا كان الحاجة اللي انت حاسسها فيك. فانا شايفة ان انت ان شاء الله هتتشافى منها يا برج الثور. فطبعا احنا بنفتح القراية هنا على اساس الشخص ده انت عايز تعرف عنه ايه. فاعتقد ان الكارد ده ليه خصيصا يعني اكتر ما يكون ليك. فاحنا هنعتبر الكارد بتاع التمرس ده هو ليه هو. الشخص ده هيدخل تشافي غصب عنه، هيدخل تشافي غصب عنه وهيتغير 360 درجه. اعتقد ان في تغيير شامل في حياه الشخصيه دي يا برج الثور. وهتلاحظ انت ده عليه، هتلاحظ انت عليه. الموضوع هنا بينك وبينه طاقي من الدرجه الاولى. ممكن ما تلاحظش التغيرات اللي في حبيبك في يوم وليله، لكن انا هنا باكد لك في القراءه ان الشخص ده هيمر بليالي مظلمه، او ليالي يعني بيسموها الليله المظلمه للروح، ودي بنعتبرها صحوه يعني. فالشخص ده اللي عايزه تعرفوا عنه انه ممكن حد كبير جدا يمر بصحوه، او يمر بتغيرات نفسيه كبيره جدا في الحياه، طبعا بعد ازمه. طيب ايه بقى الحاجه اللي انت عايز تعرفها برج الثور خلال شهر فبراير؟ مش عارفه ليه معلقه شهر يناير معايا. خلال شهر فبراير ان شاء الله ايه الحاجه اللي احنا محتاجين نعرفها عنك يا برج الثور؟
بص يا برج الثور، لو انت شايف ان في علاقه ثلاثيه في حياتك، او ان الشخص ده مع علاقه ثلاثيه، احب اقول لك ان العلاقه دي هتنتهي او تكاد تكون انتهت. طيب بالنسبه لك انت، ممكن الناس اللي في علاقات سامه تنهي علاقه، او تقرر ان هي تتشافى من علاقه او تخرج من علاقه. طيب ايه كمان يا برج الثور عنك خلال شهر فبراير ان شاء الله؟ شايفاك يا برج الثور محتار قوي وبتراقب حد وعينك عليه ومش صابر. انت مش صابر يا برج الثور، يعني انت مش عاطي حتى الحدث بتاعك انه يشتغل. انت حدثك بتشغله بطريقه سلبيه ممكن للبعض، والبعض التاني انت احساسك صح زي ما قلنا، فانت معنى كده انت بتشغله بطريقه ايجابيه خلاص. لكن انا شايفه هنا ان انت حدثك صح يا برج الثور. لو انت حاسس ان حبيبك مع طرف ثالث، او ان هو بينهي علاقه، او ان هو متغير عليك، صدق احساسك يا برج الثور. واعتقد ان التو اوف وند ده ليك انت، معنى كده ان انت اللي بتراقب، او انت اللي بتبص على الشخص ده، حابب ان انت تبص عليه، حابب ان انت تراقبه، حابب ان انت تعرف اخباره، حابب ان انت تعرف خباياه، بس ما تحاولش. مفيش حاجه بتيجي بالعافيه يا برج الثور. انت واضح كده ان انت عايز كل حاجه بتيجي بالعافيه وزي ما انا عايز. انت متحكم الى حد ما، يعني انا شايفك هنا يعني شخص بيحاول ان هو يتحكم في كل حاجه، وانا عايزه اتحكم في كل، حتى في الشخص اللي انا بحبه، وده ما ينفعش طبعا. البعض منكم يا برج الثور انت هتسيب مكان او هتنقل من مكان لمكان. انا شايفاك ممكن تكون عايز تنقل، او عايز تروح مثلا ترفع عن نفسك في حته، بس انت ايه بقى محتاج ان انت تخطط الاول، او تقول ايه، لا هو انا الاول لازم ادرس الموضوع علشان اقدر ان انا اعمل الخطوه دي. واضح ان انت ما بتاخدش اي خطوات لما تكون بتدرسها كويس جدا جدا جدا، وده يمكن يكون عيبك. ليه عيبك؟ لان انت بتدخل هنا في منطقه راحه، بتحس ان انا طب انا هعمل الحكايه الفلانيه النهارده، طب بكره، طب بعده، طب هشوف، طب هاجل. فانت بتسوف هنا برج الثور، انت بتسوف. فلو عندك هدف او عندك حاجه وغايه ان انت عايز تعملها في حياتك، اعتقد ان ده الوقت المناسب جدا جدا جدا. برج الثور انت هتسيب علاقات سامه، وهتسيب مكان يا برج الثور، المكان ده ما بقاش يناسبك طاقيا. واضح كده ان في شفا للبعض، فالمكان ما بقاش مناسب معاك طاقيا، او الناس اللي حواليه ما بقتش فاهماك، او ان انت حاسس ان انت لا خلاص انا عايزه اعرف ناس جديده، عايزه اطلع على العالم، عايزه اعرف امكانياتي، عايزه اعرف قدراتي الروحانيه، عايزه اعرف حاجات كتير قوي عن نفسي. وفي نفس الوقت انت في وساوس عندك بتقول لك ايه، لا اقعد. ولكن انا شايفاك يا برج الثور غصب عنك الدنيا هتجبرك ان انت تطلع، والدنيا هتجبرك بدل ما تراقب كده، لا انت بقى ايه، هتاخد شنطتك كده ان شاء الله على خير وتقول لهم باي باي جود باي، اشوفكم ان شاء الله في الهيفن في الجنه. واضح كده ان انت فعلا عايز تتغير من قلبك يا برج الثور، وده اللي هيحصل ان شاء الله خلال شهر يناير. مفيش حد هيساعدك. عايزه اقول لك لو انت مستني مساعده، من حد، طب ساعدوني، طب اللي يقول لي، طب اللي يعمل لي، لا، انت يا برج الثور اللي هتقدر تخطط لحياتك، وانت اللي تقدر تطلع نفسك من اللي انت فيه. لو انت بتمر بصعقه، ده لو انت بقى اللي بتمر بازمات او صعقه، احب اقول لك ان شاء الله ان الموضوع ده هيتفك باذن الله الرحمن الرحيم. ولكن هنا انا عندي انتقال، وعندي خروج من حتى افكار سلبيه. خطط لمستقبلك يا برج الثور، لان ده الوقت المناسب جدا ان انت تكتب الفيجن بورد بتاعتك، يعني تعملها او تكتب الاهداف اللي انت عايز توصل لها. ده وقت جميل جدا ان انت توصل جوه نفسك وتدخل جوه نفسك وتشوف انا عايز ايه اللي انا عايزه. واضح كده ان انت بتفكر، وما تراقبش الناس وما تعملش كومبيرنج بينك وما بين حد يا برج الثور، لان الموضوع ده هيخلي طاقه الاستقبال عندك تقل. تمام؟ كل ما نبص لغيرنا كل ما الاهداف والفرص تروح مننا. فاعتقد ان ده الوقت المناسب ان انت تبص جوه نفسك يا برج الثور وتعرف انت عايز ايه، وان شاء الله مستنيك حاجه حلوه جدا جدا جدا. ولكن بطل مقارنه. دي كانت القراءه بتاعت برج الثور. يا رب تكون القراءه دي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.